السلام عليكم زينات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. وقت ما يوصل لكم الفيديو وصفتنا لنهار اليوم وصفه شتيت حبوزلوف على الطريقه التقليديه الجزائريه، يعني على طريقه حماتي القصبجيه. تجي عسليه البنات، تجي بنه عالميه. تبعوا معايا الوصفه الاخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبه للبوزلوف هنايا يعني جاب لي راس تاع الزليف، كنت شوطته ونقيته كامل بالطبع وغسلته كامل. وصراحة يعني عجوزتي هي اللي تقطعه لي كامل قطعاته ونقاته، خاصة يعني من جهة النيف، لأنه ساعات يعني الدود يطلع له من نيفو، يعني ما ملحشيش على هذيك، لازم نقيوه مليح. هنا كنت درتو في طنجرة فيها الماء، درت فيها نص بصلة، 3 سنينات تاع الثوم، 2 وريقة تاع الرند وشوية تاع الملح، وغلقت عليه وخليته حتى طاب لي بالطبع. يعني لازم يطيب لكم مليح مليح، يعني ساعة لساعة هكا تفقدوه كامل. هنا راني شفتو باللي طاب، رايحه يعني نصفيه ونخليه بجيعه حتى يبرد باش نروحو نقطعو ونكملو الوصفه تاعنا مع بعض. هنا بعد ما كامل برد لي، شوفوا هنايا الكرعين هادوك، شوفوا كيفاش تقطعهم عجوزتي هكذا، تخليهم هاد الصغار هادو تخليهم هكذاك. اما الباقي راح نقطعو كامل هكذا اون بتي دي، يعني قطع صغيره هكذا. ولا حبيتو يعني تقطعوا شويه كبير، يعني واش عليه، يعني كل واحد يدير كيفاش موالف يدير، يعني هي الصح كامل راهو يعني في الوصفه. انا هنايا يعني راح نقطعو كامل ونوجدو بجهه، لانه يعني في البيت هنا عندنا يعني غير حماتي وزوجي اللي ياكلوه، يعني انا وبناتي ما ناكلوش يعني، وعمري لكليتو. راح نقطعو كامل هكذا، وما راحش يعني مانيش رايحه يعني ندير كامل هذيك لا كونتيتي. دوك تشوفوا كيفاش يعني راح نقسمو، واللي حبت يعني كيما انا يعني ما ياكلوش بزاف ولا تحب تخبيه، نوريك يعني الطريقه اللي راح نخبيه هنايا في المجمد نهار يعني اللي نسحقو نجبدو. شوفوا هنايا وريت لكم يعني كيفاش نقيتو، حتى يعني وين الحناك تاني تنحوه هكذا كامل، تنحيوه تقطعوه مربعات ولا مستطيلات وما كيما تحبوا، كل واحد كيفاش موالف يدير. هنا قلت لكم كي نكمل كامل راح نقطعوه نوري لكم في الاخير كيفاش راح نديروا له. اذا كاين يعني وحده كيما انا يعني طيبوا وما تاكلوش، ماذا بيا تقولوا لي في لي كومونتير وما طلعوا لي شويه المورال تاعي، لانه يعني دائما يقولوا لي راكي تراطي. انا ما قدرتش، سيت ما قدرتش، الله غالب. نشوف فيه يعني شهي وريحته يعني بنين يهبل، بصح ما نقدرش، سيت خطره ما قدرتش، الله غالب. هنا شوفوا كيفاش درت هذيك لا كونتيتي اللي مقطعه صغيره، قسمتها اون 3 وزدت هذوك الكرعين تانيك الصغار قسمتهم اون 3 هكذا، نخبيه في المجمد بهذه الطريقه هذه. هنا نروحوا للوصفه تاعنا. شوفوا هنا خديت غير قيس حماتي وزوجي، خاطرش كما قلت لكم يعني احنا ما ناكلوش هاد لا كونتيتي، من بعد تولي 2 اسيات. هنا خديت نص تاع راس تاع الثوم وزوج فلفل القناوه ولا فلفل دريس، مغرفه صغيره طماطم مصبره، عندي الكمون، الملح، الزيت والعكري. ونروحوا يعني مباشره للوصفه تاعنا. في الطنجره تاعي راح نحط شويه تاع الزيت هكذا، ونروحوا هذاك الثوم والفلفل الحار يعني، وهذاك الفلفل الحار كنت خليته شويه في الماء سخون، نروح انا ندرسو في المهراس. هنا من بعد ما درستو بيان في المهراس بشويه تاع الملح، نحطو فوق هذيك الزيت على نار تكون هاديه، ونبدا يعني نقلي فيه غير بشويه. يعني السر تاع الاكلات التقليديه الجزائريه كامل تاع زمان ما كاش كيما الحاجه كي تقليها، كل ما تقليها كل ما تجي بنينه. هنا نقليها يعني بالطبع. اذا خفتوا فقط يعني، خاصه يعني نتكلم على المبتدئات، اذا خفتوا تتحرق لكم هذا الثوم كامل، زيدوا ضيفوا لها شويه تاع الماء هكذا باش تضمنوا الثوم ما تنحرق لكمش يعني، وتقليوها مليح. هنا نقلي قلت لكم هذيك الثوم والفلفل، هذاك فلفل قناوه نقليهم بطبع، وكنت درت لهم يعني شويه تاع الملح. من بعد نضيف هنايا مغرفه صغيره معمره تاع العكري، نضيف كذلك شويه تاع الملح، لاني ما تنساوش ديجا في الاول كنت درت شويه مع كي درست الثوم والفلفل الحار، الوغ لازم ناخذوه بعين الاعتبار ماشي من بعد يجينا مالح.
هنا الكمون خديت ربع ملعقة، يعني تكون معمرة. ما تكتروش الكمون يا البنات، الكمون راهو يمرر الماكلة. الا كترتوا الكمون حتولي لكم هذيك لاصوص مرة. نقلي هادوك كامل مع بعض. وهنا برك كنت نسيت الطماطم مصبرة، يعني حنضيفها دوكا. لازم الطماطم مصبرة نقليوها في الاول يا البنات. هنا كنت ضفت قطيرة تاع الماء كيما راكم تشوفوا، لاني خفت يعني الاخر تاع التقليه تاعي تتحرق ليه. الو ضفت شويه تاع الماء سخون، وراني نقلي في الطماطم باش هكا تروح لها كامل هذيك القروسيه والحموضه تاعها. هنا ضفت كميه مليحه تاع الحميصه، يعني مشمخه وطايبه، يعني نحبها كي نطيبها باش نرميها شويه هكا مع الاخر. كما تعرفوا يعني البوزلوف قلت لكم راهو طايب. هنا كنت شللت المهرس تاعي وضفت لها حوالي كاس ماء سخون، يعني خليته حتى غلا. نضيفوه في الطنجرة تاعي، نغلق عليها ونخلي المرقة هذيك حتى تغلي. هنا كي تبدا تغلي هذيك المرقة تاعي راح نرمي هذاك البوزلوف اللي كنت يعني قطعته كامل هكا صغير، نرميه لداخل، نغلق عليه ونخليوه على نار قليلة يطيب في هذيك المرقة باش يجينا بنين. ونخليو يعني لازم نخليو المرقه تاعنا تتجمر. شتو لا كونتيتي كيفاش راهي، يعني لازم نشوفوا المرقه فوالا هكذا شربت وتجمرت وتجي واقفه في دمها، يعني تجي بالطبع والشان. وها هي الوصفه تاعنا في الاخير، وصفه شطيط حابوز اللوف التقليديه الجزائريه على طريقه حماتي القصباجيه. ان شاء الله نتمنى تجربوها في هذا عيد الاضحى المبارك اللي يصيبنا ان شاء الله بالصحه والهنا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة تاع نهار اليوم، وتجربوها ان شاء الله وتنجحوا فيها ويعجبكم. ما عليا غير نقول لكم خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام.